يعني يمكن ما حسمت المباراه في الكويت، ان شاء الله يحسمها القادسيه في دهوك. طبعا نتمنى القادسيه ممثل الكويت يعني، وكلنا قلوبنا مع القادسيه بتحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق بطوله خارجيه تسعدنا جميعا بصراحه يعني، مو بس القادسيه. فاحنا نقول نفس الكلام اللي قلناه عن العربي نقول عن القادسيه لم يستغل عامل الارض والجمهور. يعني دائما احنا نقول ترى عامل الارض والجمهور مؤثر، اللي راح ياثر الحين في مباراه اللي في دهوك، لان الفريق هذا فريق اصلا يملك لاعبين مميزين، عنده اطراف خطيره ويلعبون كره جميله. فقد السيطره القادسيه في مباراه اللي كانت في الاستاد محمد الحمد، انه ما حقق نتيجه ايجابيه، لان ما استغليت عامل الارض والجمهور بتحقيق النتيجه، راح ينعكس عليك الحين هناك في مباراه راح تكون اصعب عليك. فانت الحين مالك اي عذر ان تقول والله المباراه صعبه ولا المباراه في ارض. انت الحين لازم تفرض اسلوبك اللي عرفته، اللاعبين ما في غيابات في الفريق. بس مهدي بالرحمه كان معارض ظفيري. بزيد على كلمتك شغله واحده، انت قلت الارض والجمهور. نعم. لما تقول ارض والجمهور والتحكيم، التحكيم ساعات يميل للدول اللي تسوي البطوله او اللي عندها تلعب. تاثير الجماهير، صرخات الجمهور تضيع الحكم. اي تاثير الجمهور، برافو عليك. كذا احنا نقول دائما الجماهير مؤثره. زيد التحكيم شوي خفيف. نعم. ابو فهد يمكن لك تجربه في هالملعب هذا، الملعب صعب والجمهور صعب والمباراه نهائيا مباراه حساسه يعني. صراحه اخوي ابو حسن احنا لعبنا ضد دهوك بكاس الاتحاد الاسيوي، احنا كان ما لنا امل نتاهل، نادي دهوك لازم يفوز علينا. بصراحه جمهور نادي دهوك يعني جمهور شرس، جمهور يعني تخيل هو يعني بالمدرج احسه عندي الجمهور فل، ويعني وما يسكتون. شوف تاثير الجمهور شلون يعني والله اتذكر المباراه يعني صدق في ربكه. فانا احب اقول حق لاعبين نادي القادسيه ان شاء الله انهم قادرين على يجتازون الامور هذه يعني، بس انه الملعب لا تستهون فيه، ملعب يعني نادي دهوك نادي شرس صراحه. نعم. يعني انا لعبت بالملعب هذا يعني كل انحاء يعني نادي يحب، يعني المشجعين يحبون ناديهم يعني من قلب. واكبر دليل انت مباراه الذهاب عندهم شاشه بدهوك. نعم. يعني يمكن حاضر الشاشه يطالعها فوق 5000 مشجع، فهذا يبين لك ان عندهم شغف وحب لنادي دهوك. بس انا اعتقد مباراه الذهاب اللي قصر فيها صراحه المدرب ما قرأ المباراه عدل. يعني عندك جاسم مطر اخر شهرين افضل لاعب في الكويت امكانيه، اتفق، حطوه يعني مقعد احتياط، يعني هذه يعني تحسب على المدرب، وما قرأ المباراه عدل. فيعني النادي القادسيه راح يكون مثل ما تقول راح يكون يعني شوي نادي دهوك طايفه بمرحله، لان انت تدري برضك وجمهورك ما سجلت فصعب انك تسجل برا. اتمنى حق يعني اتمنى حق نادي القادسيه كل التوفيق، وحنا قلوبنا معاهم. والله يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله لاعبين ان شاء الله بخبرتهم والمحترفين ان قادرين يعني يفوزون ان شاء الله على دهوك باذن الله. مباراتكم يمكن انتهت بالدقائق الاخيره ابو. اي سجل، اتذكرها سجل دقيقه 92 فاول، سجل فاول علينا. لو تشوف الجمهور كأنهم ماخذين كاس العالم. الله. يعني شنو احساسك بالملعب؟ احساسي انا صراحه يعني والله بخوف رهبه. لما طلعنا بالباص نادي دهوك يعني متضايقين الجمهور، لان ما لنا امل بالتاهل، قاعد يطقون باصنا يحذفون على باصنا، يعني احنا والله خفنا صراحه. هذا الجمهور طبعا الجمهور خفنا برهبه يعني تدري انت الامر. فاتمنى التوفيق حق نادي القادسيه. امين يا رب. بس المباراه انا لا يستهونون فيها، مباراه كبيره، ونادي دهوك راح ينزل راح يعني يسوي اي شيء عشان يفوز بالمباراه. نعم. هذا ابو نصار يعطينا انطباع ان نادي دهوك اللي يلعب في الكويت مو هو اللي راح يلعب على ارضه. شوف ابو حسن، يمكن ابو حسن طرق حق موضوع مباراه المجموعات. القادسيه شنو قدم ضد الاتفاق ضد الرفاع؟ قدم مستويات جدا طيبه وجدا عاليه. صحيح. ولكن هنا خلينا نقول المباراه الاخيره ضد دهوك مو هذا القادسيه اللي شفناه بنظام المجموعات. انا ما الوم اللاعبين، يمكن كان التوظيف والتشكيل خاطئ من قبل المدرب، وما لعب بكل اسلحته بالمباراه، قاعد يلعب بدلاء اقصى يبدل، وهي بالوقت الاخير لعب اللاعبين الاساسيين. فانا اعتقد يمكن حتى اللخبطه اللي صارت في خط الدفاع، انا اعتقد يمكن نشوف عزيز وادي حل امر كبير بعد مشاركته كباك شمال.
غياب مهدي بن رحمه كان العمود الفقري، انا اعتبره في نادي القادسيه كان غياب مؤثر. صحيح. تاخر في مشاركه عيد، تاخر في مشاركه بدر المطوع، يعني شوف بعد مشاركه اللاعبين الاساسيين تغير شكل القادسيه، فانا اعتقد انه اعطى مجال فريق دهوك انه هو يسيطر على المباراه. انا اقول لك يمكن احنا هذه خساره بالنسبه حق القادسيه، المباراه على ملعب القادسيه كانت تعاد بمثابه الخساره، وانا اعتقد انه يجب على المدرب الان يلعب بجميع الاسلحه اللي يقدر هو يفوز فيها والتوظيف الصحيح. الان راح يرجع حق الحل الترقيعي. اذا عوده مهدي بن رحمه ما راح جاي في وسط الملعب، راح جاي في قلب الدفاع، وايضا انت ضاعفت خط الوسط. صحيح. جيبوا له الان، جيبوا له مو اللاعب اللي ينقلك من ملعب الى ملعب كثر ما كان مهدي بن رحمه، يعني تلقاه دائما في مناطق متقدمه من الملعب. من تفضل ابو نصار، من تفضل في مركز قلب الدفاع بدل يعني بالرحمه؟ لا شوف اليوم انا افضل اليوم انت اليوم المداوره ما عملها بالخط الدفاع مدرب نادي القادسيه، ولا اعطانا ايحاء ان عنده لاعب يجيد لهذا المركز في الوقت الحالي، لكن راح حق الحل الترقيعي بعوده مهدي بن رحمه. خالد صباح لعب المباراه الاخيره وهو صار يمكن اشهر ما شارك. عزيز وايد راد من الاصابه ولكن ادى مستوى طيب. راشد الدوسري لعبه في اخر الوقت. فانت شوف اليوم اللخبطه اللي قاعد يعمل. ما جاوبتني على سؤالي. اليوم دهيري مو موجود، نعم، راح يلعب بن رحمه. زين اذا ما يلعب بن رحمه منو يلعب مكانه؟ والله شوف لو تسالني انا من يلعب، نعم. انا اقول انا ارد جيبولا، لان عندي انا فائده المهدي بن رحمه في وسط الملعب افضل من جيبولا. فأنا اليوم حتى بتسجيل الاهداف بن رحمه بالضبط. صحيح. عنده هو متقدم وينقلك من ومهدي بن رحمه ترى ما يمتاز ترى بقلب الدفاع. من هذا؟ مهدي بن رحمه ما يمتاز قلب الدفاع، مو مركزه. انا ابو فهد ليش انا قاعد اقول لك اليوم انا جيبولا ماني مستفيد منه لا في وسط الملعب ولا في اي مركز، ولكن اخلي انا بسكر خانه في قلب الدفاع، فهو نص متاخر مدافع قادر انه يلعب قلب الدفاع مدافع. فانت اليوم عشان تحافظ على التوازن وسط الملعب لابد من وجود مهدي بن رحمه في وسط الملعب. وشفنا يمكن خلينا نقول مدى التفاهم ما بين مهدي بن رحمه وبين جاسم المطر في وسط الملعب، في يلعبون لاعبين يلعبون تحت الضغط. شوف اذا وجود هذول اللاعبين في وسط الملعب ما تشوفنا التشتيت من لاعبي القادسيه، فعندهم الحلول الاحتفاظ، عندهم المراوغه 1 ضد 1، عندهم الاستلام واللعب تحت الضغط، فعندهم الامور هذه كلها. فانا اعتقد هذه الامور اللي ما يجيدها جيبولا لاعب قوي في وسط الملعب، التحامات قويه وعنده استخلاص الكره بشكل قوي، ولكن ما عنده التسليم او اللعب تحت الضغط. فانا اعتقد انه يجب ان اليوم على مدرب القادسيه اشراك لاعبين في وسط الملعب قادرين يلعبون تحت الضغط. نعم. يمكن بتروفيتش ما قرا المباراه الاولى صح. يمكن ذكر ابو فهد انه ما لعب جاسم المطر بالبدايه، لما نزل جاسم المطر غير شكل القادسيه حتى بالضغط، بقطع الكره، بالتسليم، فرصه كانت ممكن تدش جول. انا بس ودي تتوقع ابو بدر انه يبدي جاسم المطر يبدي بتشكيله تختلف عن الذهاب؟ شوف انا اول شيء بقول حق المدرب واقول حق الجهاز الاداري بنادي القادسيه، لو وصلت الملعب هناك حاول تنزل لاعبينك مبكر، دخلهم داخل الملعب يمشون مشي، بس خلي يتمشون داخل الملعب، خلي يسمعون صيحات الجمهور، بعدين ممكن انت تقول حق لاعبينك ان نفس الصيحات هذه راح تكون طول المباراه عشان تروح يعني صك اذنك والعب، لان في بعضهم يتفاجئون. هذا سواه ميلان ما شاء الله يوم لعبنا ضد النصر السعودي بالسعوديه، والله يوم دشينا الغرفه قال لا قط بس هذا قاعد وياكم وتعلم شو، اول ما دشوا لاعبينا وصراخ الجمهور ما خلى شيء ما قاله، خرع ما خلى شيء ما قاله، وبعدين قال لهم اللي سمعتوه هذا كله راح تسمعونه طول المباراه، لكن نزلوا الحين ولعبوا انت صك اذنك والعب. والله ايش سوى لاعبينا، نسوا صيحات الجمهور صرخ والعب لاعبينا. وبدر لاعبين القادسيه ما يتاثرون بالجمهور، تدري ليش؟ اللي هم لاعبين خبره في وسط لاعبين خبره صح. بس انت لو تتكلم انت من الحارس الى المهاجم كل لاعبين كلهم لاعبين دولي، لعبوا تحت ضغط الجمهور. انا وياك انت اليوم تتكلم عن اسمع عن في لاعبين مثل جاسم المطر وشباب حتى يعني اي عبد الله طاوع وايد في شباب يعني ما لعبوا تحت جمهور مثل ما تفضل ابو فهد. صحيح. جمهور يخرع الجمهور لما يخرع. بس في لاعبين خبره مثل ما جاسم المطر لا مو بس محترف العراق، خالد الرشيدي محترف ولاعب خبره وضغط. خالد محمد ابراهيم خلينا عندنا غيرهم. خلينا عندنا وياه عبد العزيز وادي ما لعب تحت جمهور يضغط شيء ضغط. جاسم مطر ما لعب تحت جمهور كذي. عبد الله ما لعب. جاسم مطر مباراة العراق 60,000 متفرج
بدر. هذه غير، هذه غير، الحين غير. هذه نهائي وأول مرة. هذه نهائي وأول مرة. هذه نهائي. بدر انت ذكرت 3 لاعبين من اصل 7 وانت ذكرت 3. بعد خليني اكمل لك، ما عديت ما انا اقصد 3 منهم واحد اساسي. اذا شارك جاسم المطر فهو لاعب واحد اساسي. لا، أنا اقصد اللاعبين، عفوا اللاعبين الخبره اللي موجودين داخل الملعب قادرين هم ان يوجهون عطنا اسامي الخبره اخلص. الحين عطنا اسامي الخبره. قلت لك خالد بتقول لي الرشيدي، خالد الرشيدي، خالد محمد ابراهيم، بقول لك اوكي. خالد محمد ابراهيم بقول لك اوكي. راشد دوسري ما عنده خبره، ما عنده خبره. خذها مني. رايه يا جماعه، قول رايه. له يلا. ثاني بتي حق منو بعد؟ بتي حق عيد الصوله. هذا كلهم يا جماعه الخير. والله العظيم الجمهور يخرع مثل ما قال ابو فهد. الجمهور يخرع قسما بالله. هو مو الجمهور، احنا نتكلم على اذا المدرب ما شكل صح وفريق دهوك فرض الاسلوب بالضغط العالي. انا اقول لك بس انت ما تقول لي الجمهور ابو بدر ما له شغل بهذا الامر. انا اقصد ان اليوم قادر يلعب القادسيه اذا هم بخبرتهم ما اجتازوا هذه المرحله واللعب تحت الضغط. يعني هذا كلام ثاني، وهو مو قصه الجمهور. انت نتكلم عن امكانيات فريق اذا كان هو افضل منك. انا وياه انت اعطيت المساحه المباراه الاولى، انت اعطيت المساحه المباراه الاولى انه هو يصير الافضل. ليش؟ لان انت بحكم ان التوظيف والتشكيل ما كان صحيح. خليني اقول حق امور ترى لفيت وياه انا هنيك. خليني اقول روح عندك اياه خليني اقول لك شغله واحده. احنا هني كلنا نقول احنا الجمهور رقم 12. قلنا ولا ما قلنا؟ وبعدين قلبنا قلنا الجمهور رقم واحد. صح ولا لا؟ قوة التأثير. هذه كلها هني ولا هني ابو بدر؟ اروح مني مشاشه. سمع شلون؟ لا الجمهور مؤثر. صح ولا لا؟ خلينا نقول احنا ناخذ خطوه. احنا نقول اوكي عندنا لاعبين خبره، عندنا لاعبين، لان تدري الجمهور يا جماعه الخير ترى ما ياثر على اللاعب بس، ياثر على الحكم خبره ولا مو خبره؟ قولوا وياي انت خبره اكيد خبره، لكن بس المفروض ما ياثر على الحكم. والله العظيم يعني جمهور ولا غير جمهور؟ والله يا ابو حسن قسما بالله في ساعات الجمهور ياثر على الحكم، يصرخ صرخه يخلي الحكم يصفر في ذوده. اسالك سؤال ابو بدر، يوم كنت يدرب كاظمه ايش كنت تقول حق لاعبك اذا لعبوا ضد العرب ضد القادسيه يلعب كاظمه؟ لا ما اقول لهم شيء، ما تقول لا ما تقول لهم انه اعتبروا الجمهور الخاص من انه يعتبر جمهوركم، فانت اليوم الحافظ خلي الجمهور. لا احنا ما نقول شيء نهائيا. احنا شو نقول لهم؟ نقعد نقول حق لاعبينا يا جماعه الخير ترى الحكم الفلاني كثر ما تقدرون ساعد الحكم. لا ما خلي الحكم طلع الحكم لا على الجمهور طلع حق اللاعبين. خلص صحات الجمهور ايجابيه لك انت كفريق. انا قاعد اقول لك شغله بس احنا ابو فهد يمكن كلام ابو نصار سليم، بس احنا مو متعودين على جمهور عالي، جمهور وايد كبير. يا سلام كلامي انا افضل. ممكن شلون؟ كلامي انا افضل، يعني مو متعود على الجمهور. مو متعودين على الجمهور. ممكن يعني ابو نصار شنو قال؟ احسب الجمهور لك. بس احنا دائما في المباريات الجماهيريه جمهور ابو فهد دائما بالمباريات الجماهيريه لاعبينا ما يأدون. صح. شوف جمهور عن جمهور يفرق. لما اقول لك جمهور دهوك يفرق ليش؟ مباراه نهائي عن تجربه يعني. تجربه مباراه نهائي وجمهور دهوك جمهور مزعج. انا اقول لك يعني انا شفته بعيني جمهور مزعج. بس ان شاء الله قادرين اللاعبين عنده يعني لاعبين نادي القادسيه مهما يكون نادي كبير نادي القادسيه واللاعبين يعني عندهم الخبره الكافيه ان يلعبون اي مباراه تحت ضغط الجمهور. ما عندهم خبره. لا نادي القادسيه لا انا مو خبره بس هو بيقول بعض العناصر يعني بعض العناصر اللي ما خاضوا التجربه. ابو بدر عنده نقطه اللي يقول كذا لاعب يعني ما عنده الخبره انه نهائي. صحيح ترى في كذا لاعب يعني اول موسم لهم لعبوا بالقادسيه ما عندهم خبره الكافيه، بس انه في كذا لاعب خبره يعني بالمنتخب وهذا لعبوا نهائيات كثيره. فاعتقد يعني مباراه صعبه. وغير كل هذا الجمهور ترى نادي دهوك نادي فنيا يجتاز نادي القادسيه كفني. ما شفنا احنا في انا اشوف والله جدا عادي واقل من عادي. انا اشوف نادي دهوك نادي مميز ومنظم. رايك ابو حسن؟ انا يعني كل الاراء صحيحه. بيك انا بيك عندي هذا كل الاراء صحيحه. كابتن وليد وكابتن ابو بدر شلون صحيحه. الجمهور انت كلاعب يعني احنا كنا لاعبين سابقا يمكن وشافوا الجماهير الكبيره. الجمهور ايجابي لما نقول احنا رقم 1 رقم 12 حق فريقه، ومؤثر وشوي حق الفريق الثاني اللي ما عنده الخبره او ما عنده التعامل مع هذه الجماهير. القادسيه قابل يعني جماهير مثل العربي متعود الجمهور ينترس الملعب ولاعبين بالمنتخب شافوا الحضور الجماهيري في كاس الخليج. يعني يتوقع هذه الرهبه المفروض يتجاوزونها. بس مثل ما قال اخوي كابتن زبن الجماهير في بعض الجماهير خطره مثل جمهور دورتموند
مثل جمهور دهوك. هذه بعض الجماهير، هذا النقطة اللي بوضح لك اياها، في جماهير يفرقون، في بعض نادي الجماهير دهوك مؤثره، جمهوره يعني راح ممكن تشوفونه الملعب بالنهاية مليان من هالجماهير، مثل تيم برشلونه مليان الجمهور، بس مو مثل جمهور دورتموند. صحيح. عشان في بعض الجماهير تاثر عليك. قصدك يعني لعبه برشلونه قدام دورتموند خطره؟ لا مو خطره، خالصه برشلونه، خاصه عشان برشلونه. بس انا حبيت بس اللي اقوله ابو اتكلم حسن. ان كابتن زبير بيك ليش بيك. قال؟ لان عن تجربه. تخيل انت عاش التجربه، لما مساء شرح يقول لك رهبه، الجمهور يخرع من برا، الجماهير هني وصلت من دهوك يت هني حضرت. نعم. عشان كذا احنا نطالب الجماهير اذا في مجال النادي العربي، النادي القادسيه، طلعوا طيارات خلي تروح الناس الجماهير تساند الفرق. ابو بدر، ابو عبد الله يسلم عليك يقول انت عجيب. لا المخرج لا. فانا بس اقول حق ابو حسن، انت الحين ركز تركيز واحد. انا قاعد اقول لك النقطه اللي اقولها حق الاداريين، نادي القادسيه والمدرب جهاز فني، طلعوا لاعبينكم، خلي يسمعون. صح، خلي يسمعون. هذه الفكره 100% انا اوافق عليها. هذه انا وياك، أن لأن نطلع اللاعبين يمشوا بالملعب ويعيشون الاجواء. اعطيك بعد الجمهور شلون ياثر على الحكم. مؤثر. مره من المرات والله يذكره بالخير، سريع ابو بدر. ابو اسكندر كان ويانا في قطر، ورفع التلفون علي وانا بالفندق، قال ابو بدر باشر حكمكم، ما اقدر اقول اسمه، اقول فلان فلاني. قلت له شلون؟ كثر ما تقدرون صرخوا عليه يتخصمك، ورب الكعبه. اي معروف في حكام، وصار قاعد اقول لك ايه معروف. فهذا صرخنا صرخه واحده على الحكم، حتى فاول بال 18 الفاول 8 مو بلنتي توهق، خلينا نحط ضربه حره غير مباشره ورب الكعبه يا ولد. زين ابو بدر، ضربة حرة نختم. كم تتوقع النتيجه؟ العربي لا القادسيه، خلينا في القادسيه. القادسيه والله انا اتمنى، في اتمنى وفي اتوقع. كلنا انا اتمنى القادسيه ان شاء الله يفوز، اتمنى. ايه. العربي او التعادل، راح يتعادلون بالشغله الثانيه. العربي لا، العربي تعادل يعني يروح ركله ترجيح. القادسيه ودهوك خلاص نهائي تعادلوا ويروحون ترجيح. انا ودي بالامتياز. انا ودي يروحون يوصلون للمرحله هذه. القادسيه انا ودي يفوز بالبدايه، كأنا يعني اقول لك اتمنى ان القادسيه يفوز، لكن صعبه. توقعك؟ صعبه قلت لك. توقع كم؟ توقع مو اتوقع إيه؟ بالفوز 1-0 حق ربعنا ان شاء الله. ان شاء الله. بس العربي؟ لا العربي راح يتعادل ان شاء الله. هم راح يتعادل، خذها مني. تعادل يعني يتأهل مع ويتأهل ان شاء الله. ابو نصر؟ القادسيه ضربات ترجيحيه، والعربي 1-0. نعم. ابو حسن؟ العربي 1-0 والقادسيه دهوك 1-0. اتوقع دهوك 1-0. ما اتمناها اكيد ما اتمناها اكيد. ابو فهد؟ العربي 2-0 ومتفائل جدا حق نادي القادسيه يفوز 1-0 باذن الله. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم توفيق مغرب. انتم راك تشاهدوا القناه، ما تنساش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كما شفتوا معنا الفيديو اليوم تعليق اعلام كويتي على المقابله اللي غتجرى يوم غد ان شاء الله ما بين نادي دهوك العراقي والقادسيه الكويتي في اطار نهائي كاس الانديه الخليجيه. المباراه الاياب اللي غتجرى في دهوك بعد ما انتهت مقابله الذهاب بالتعادل السلبي. صراحه الاعلام الكويتي متخوف من الجماهير العراقيه وطريقه التشجيع ديالها، بحكم ان الملعب غيكون فول يعني ممتلئ على اخره. المقابله غتكون قويه صراحه من كلتا الفريقين، ولكن صراحه حظوظ نادي دهوك اعلى بالنسبه مع القادسيه الكويتي، بحكم مقابله الذهاب اللي كان فيها مسيطر نادي دهوك على المقابله وكاد انه يسجل الاهداف. والاعلام الكويتي ايضا متخوف من التحكيم، قال لك بان التحكيم كيكون في النهائي ديما متحيز للنادي اللي كيكون مستهدف. انا كنخالف بهذا الراي، ان المقابله اللي غتجرى في الميداني اللي غتحكم لا غيكون جاهز بدنيا وتكتيكيا وذهنيا ولا يقدر ينتصر في المقابله. كنتمنى الحظ الموفق لجميع الانديه. خلاصه القول، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم نتمنى تكونوا رايكم في الكومونتير، ولا كان ممكن منكم تدعمونا بواحد لايك واشتراك، وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.